هو انت مش عضو في الجسد ده؟ اتعمدت وانضميت، مش الجسد ده له رأس؟ الرأس ده مش هو الحياة ومصدر الحياة؟ هل ممكن أي عضو يموت؟ طب ازاي؟ والعضو في جسد الحياة يموت ازاي؟ طب عضو غير شكله من الجسد على الأرض وساب الأرض يبقى انفصل من الجسد؟ هو جسد أموات ولا جسد أحياء؟ سهلة ولا في صعوبة؟ حد عنده اعتراض على اللي أنا بقوله؟ بقول كلام بسيط خالص، ما أعرفش أشرح أكتر من كده. يبقى كيف نكون في المسيح عشان نبقى خليقة جديدة؟ قولوا بقى. نعم. لا، أنا قلت مش محتاجين الجسد. في القيامة العامة تعود إلينا أجسادنا بالصورة الجديدة التي تلائم الأبدية، لأن إحنا مش ملائكة أرواح، إحنا بشر لنا جسد. بس الجسد ده، القماشة دي ما ينفعش للأبدية، بتدوب. ربنا يا رب يديكوا العمر تعيشوا 150 سنة، بس شوف هيحصل إيه يعني. والجسد بيدوب. طب عايزين جسد تاني يقعد قد ما يقعد يحتمل الحياة الأبدية. ده الجسد اللي الموت هيدهن. عشان كده أنا قلت كتير إحنا لا نستخدم في الكنيسة كلمة موت على الإطلاق. هاتولي صلاة واحدة بتقول اذكر يا رب عبيدك الميتين أو أوشية الميتين، مفيش. هي اسمها أوشية الراقدين. اذكر يا رب عبيدك الذين رقدوا. الرقدوا يعني إيه؟ فلان كان معانا الصبح راح فينك راقد في اوضته، بنبص عليه مش موجود، بس مش احنا مش شايفينه، معناه خلاص اختفى اتبخر يعني. ده راقد في اوضته ساعتين 3 4 يصحى ونشوف فين فلان اللي كان معانا. رقد في الجسد شويه والمسيح هيجي هيقوم تاني، بس بالجسد جديد. مش قلت لا تاتي ساعه يسمع كل من في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. لأن قيامة الجسد صارت نصيب للبشرية كلها.